السلام عليكم. هنعمل النهاردة مع بعض حلقة جوزية من النواعم والحاجات الجميلة جدا، بيبقى طعمها كده حلو، فيها حشوات كتيرة وبتبقى هشة عاملة زي البسكوت بالظبط أو البيتيفور. بجد طعمها بيبقى أحلى من البسكوت اللانكشاير وأحلى من السابلي. طريقة عمايلها سهلة جدا ومقاديرها بسيطة، ممكن أي حد يقدر ينفذها بسهولة سواء بمكنة الجوزية أو من غير المكنة. نكمل الفيديو مع بعض ونشوف ازاي هننفذها مع بعضينا بأبسط الإمكانيات. يلا نبدأ على طول في المقادير. انا هعمل كمية صغيرة عشان اللي حابب يجرب في الاول. عندي هنا 200 جرام من الزبدة تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة. 200 جرام يعني حوالي كوباية من الزبدة. بنقطعها مكعبات ونطلعها من التلاجة قبلها بساعة على الاقل. مضرب الكهربي كده ونبدأ ننعمها شوية الاول. بعد كده بضيف عندي نص كوباية من السكر البودرة. في ناس بتحط كوباية كاملة، لكن انا بشوف ان نص كوباية كفاية قوي، لان الحشوات بتبقى سكرها زايدة شوية. نخفقها مع بعض لحد لما بيوصل معانا القوام الكريمي الهش اللي انتوا شايفينه ده. دي خطوة مهمة جدا، ان احنا ننعم الزبدة مع السكر عشان ناخد نتيجة مضمونة. هضيف عندي بعد كده 2 عدد بيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. طبعا هنزود لها حوالي معلقة صغيرة مليانة من الفانيليا، لان الجوزية من الحاجات اللي لازم يكون الفانيليا ظاهرة فيها شوية. نضربهم مع بعض لحد لما البيض عندي يبدأ يختفي تماما، وكله يبقى خليط واحد كده ممتزج مع بعضه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجهز بقى عندي هنا كوبايتين من الدقيق يكون منخول كويس. هضيف عليها معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر ونص كوباية من النشا. هنقلب المكونات الجاف مع بعض، ولازم نعديها كده على مصفى او منخل الاول عشان نضمن ما يكونش فيه اي تكتلات من الدقيق او النشا، عشان يطلع معانا العجينه الجوزيه ناعمه ما فيهاش اي قطع تضايقنا في العجن. بنقلبها بمعلقه خشب كده لحد لما تبدا تلم معانا، وبعد كده باطراف ايدينا نبدا نلمها، مش بنعجنها، مجرد بس ان الدقيق يختفي وتلم معانا العجينه، ما تبقاش ملزقه. هي ملزقه معايا شويه، ضفت لها كده معلقه كبيره من الدقيق. طبعا نوع الدقيق بيختلف من نوع للتاني، ممكن تحتاجوا كوبايتين ومعلقة أو كوبايتين من الدقيق بس. بتلم معايا بالطريقة دي، بتبقى لينة وطرية جدا، وفي نفس الوقت ما بتلزقش في الإيد ومفيش بواقي عجين في إيديا. باخد كده حتة في إيدي بكورها، بنلاقيها طرية جدا ما فيهاش أي تلزيق. بغطيها وأحطها في التلاجة ترتاح لمدة نص ساعة لساعة. بعد ما بيعدي عليها الوقت الساعة، بجيب بقى هنا مكنة الجوزية بتاعتي دي. الساندوتش ميكر بيبقى فيها 7 قطع. حطيت الجزء الخاص بالجوزية. لازم نسخنها الأول لغاية لما اللمبة الحمراء دي تنور معانا كده، وبعد كده نبدأ نشكل عندي الجوزية. العجينة بتبقى ساقعة، وبنشكل على قد القطعة اللي هنحطها في الجهاز. يعني الجهاز ده بياخد حوالي 24 قطعة. بعمل 24 قطعة من العجين في الطبق بالشكل ده، تكون قطع صغيرة وزنها تقريبا أقل من 5 جرام، يعني 4 جرام أو 3 جرام. ده بيرجع لحجم الجوزية أو التجويف اللي موجود في المكنة عند كل واحد. كل مكنة بتختلف من نوع للتاني. انا بعمل الكميه اللي انا هحتاجها، والباقي برجعها التلاجة تاني عشان تفضل ساقعه وما تسيحش مننا والزبده تفصل. نحط الكميه بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين. اول ما بتسخن بفصل الكهرباء، بعد كده بحط الكميه اللي عندي كلها بالطريقه دي، وبعد كده برجع اشغل الكهرباء تاني وبقفل عليها على طول لحد لما اللمبة اللي عندي دي تبدأ تنور. هي اللمبة الخضراء كده، يبقى هي بدأت تدخل في التسوية. برفع على طول، ما بتاخدش معانا بالظبط دقيقة أو دقيقتين بالكتير قوي. بفتح عليها وبشوف اخدت اللون اللي انا عايزاه، لونها لسه فاتح شويه، بقفل عليها مفيش برضو نص دقيقه او اقل. بفتح تاني بلاقيها اخدت اللون الذهبي الفاتح ده. وبلاش نغمقها اكتر من كده، بنبدا نطلعها على طول من الجهاز بتاعنا. وفي كل مرة بنشتغل فيها بفصل الجهاز، طبعا كده كده بيكون سخن، بفصله واحط الكمية بتاعتي وارجع باقي العجينة للتلاجة. وبعد كده بقفل عليها لحد برضو لما تدخل في التسوية بالظبط هي دقيقة. وبتخرج معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بيبقى طبعا فيها شوية زوائد، بحرف السكينة كده بالراحة خالص لحد لما بتبرد يعني. وبعد كده ببدأ أشيل الزوايد زي ما انتوا شايفين بحيث تاخد الشكل الجزيء. عشان كده بقول لكم حطوا كده قطع صغيرة من العجينة عشان ما نهدرش في العجينة كتير. بخلص الكمية اللي عندي اللي انتوا شايفينها دي. المقدار طلع لي الكمية دي. طبعا المقدار بيقل شوية لان احنا بنقفلها على بعض بحيث تديني شكل الجزية بتاعتنا. بتبقى ناعمة ودايبة جدا، ولازم نشتغل فيها بالراحة كده لان هي بتتكسر بسهولة، عاملة زي السابليه والبيتيفور بالظبط. نبدأ بقى الحشوات على حسب الحاجة المتاحة عندكم. أنا استخدمت النوتيلا أو بديل النوتيلا. بنعبي كده القطعة الأولى والتانية عشان لما نيجي نقفلها على بعض
بتلزق، ونحاول نحط كده حتة صغيرة على الطرف عشان تمسك معانا وتلزق بكل سهولة. الحشوات تستخدموا بقى النوتيلا بالحليب أو نوتيلا اللي هي البيضة، استخدموا زبدة البيستاشيو، زبدة فول سوداني، أو مربى الحليب، كل ده بيرجع لكم على حسب المتوفر، أو ممكن كمان المربى، يعني على حسب بقى ذوقكم وعلى حسب الحاجة المتوفرة عندكم. أنا استخدمت النوتيلا اللي هي بالشوكولاتة الغامقة، وكمان استخدمت النوتيلا اللي هي البيضة. بحط كده قطع صغيرة ونطلع حرف زي ما انتوا شايفين، وبنلزق على بعض، متقلقوش هي دقايق وبتمسك. انتوا طبعا كمان تقدروا تحفظوها في علبة محكمة من غير حشوات، ولما بتعوزوا تستخدموها بتحطوا الحشوات وتقدموها، بتطلع شكلها تحفة جدا، وطعمها عايزة اقول لكم ان هي رهيبة، بتدوب كده في البق يا جماعة. عايزاكم تجربوها بجد، طعمها فوق الممتاز، احلى من السابليه والبيتفور، ولو عملتوها مرة هتدمنوها على طول. جربوا الوصفة وقولوا رأيكم في الكومنتات، وكل سنة وانتم طيبين.